وين ابني؟ هذم عيالي، خذ لك واحد منهم بدل ابنك. اصلا انا وعيالي ميتين من الجوع، محتاجين فلوس، محتاج فلوس اكلهم. قد كرهت اليوم اللي شفتهم فيه. اجلس، ما تروح، يمكن يا ابني يختارك. الآن أنت بتتكلم جد؟ مجنون ولا بعقلك؟ بضاعة هم بضاعة، يعني تشي تبيعهم؟ هذا لا مش هم حقك ولا هم ملكك ولا لك حق التصرف فيهم. ما مش بضاعة عندك، هؤلاء أمانة في رقبتك في ذمتك، لازم تحافظ عليهم. أقسم بالله العظيم لو ما أنا محترم الشيبة اللي فوق راسك إني كنت تصرفت معك تصرف ثاني. خاف الله يا أخي، خاف الله. أنا معي 9 أولاد وما عملت مثلك. رزقهم على الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وانت تشتري تبدل زينة ربي بزينة الدنيا، ما يصلحش. لو كنتم عانيتم الذي انا اعانيه ما كنتش تقولوا هذا الكلام. انا وعيالي نكون من القمامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول يا خالد وصل بنا الحل هذه الدرجة؟ كلامه صح، وأنا شفت بعيني. باقي أسر متعففة تخرج بعد الفجر إلى القمامة تلقط علشان ما يشوفهم الناس. اسمع يا حج، أنا جدي لك الحل. أنا شاشتري ال4 جهال وشاريحك من أكلهم وشربهم عشان ترتاح بالمرة وما حد تهمهمش. هات. لا لا، أرجوك خليني عيالي. أنا أسألك. هات البيت. لا تعال هاتهم. لا اكرم، خلاص خلينا عيالي. والله أنا حسيت بهم. أنت تعرف تسوق موتور؟ موتور؟ أيوة أعرف أسوق موتور. زكريا اشتري بموتور واقصد الله على جهالك واعرف قيمتهم. يا رجال أنت أب، أنت مفروض أنك تدي لهم الحنان والعطف والاهتمام. أنا عارف بقسوة الحياة، لكن مهما كان خليك مصدر أمان لهم، مش خوف. حاولوا انهم يهربوا منك من اي لحظه. مالك يا قيا، مالك يا قيا. الفلوس حق الجائزه، حق العلقه حبيبي. خالد الله يحفظك، ربي بيحول لنا، الباري كريم بيسهلها. الله يفرج عليك، الله يفرج عليك زي ما فرجت علي وعلى اولادي، وان شاء الله تلاقي ابنك. يلا يا عيال بوسوا عمكم. داري يا خالد، أنا ضاع مني واحد وأحس إن قلبي بيخرج من مكانه. ما بالك ب4 ما تقدرش لا تأكلهم ولا تشربهم ولا تهتم بهم، وتحس إنهم بيضيعوا منك في لحظة. شلهم يابا، شل عيالك وانتبه لهم. عيالك ولا أمانة في رقبتك، أسألتك بالله إذا ما حافظت عليهم. خالد هي الرحلة. تعالوا يا علي.